طيب معانا أستاذة حنان طاهر، وهي حكواتية أو متخصصة في فن الحكاية، ودي اللي هنعرف منها إنه يعني إزاي إن أنا أخلي الحكاية تبقى مؤثرة وتفضل في الذاكرة، وهل أي حد ممكن حقيقي يتعلم الحكي ولا هي موهبة ويعني ما لهاش بديل يعني؟ يا أستاذة حنان، يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير الحمد لله. هو اي حد ممكن يتعلم الحكي؟ ايوه طبعا اي حد ممكن يتعلم الحكي. ازاي؟ لان الحكي هقولك، الحكي طبعا هو في طبعا موهبه، يعني في ناس بتبقى ربنا معطيهم الموهبه رباني، زي اللي بيتولد عنده موهبه الغنى، زي اللي بيتولد عنده موهبه الرسم، بيبقى ربنا اسمها ايه اداله الادوات والحاجات اللي احنا بنتعلمها رباني كده، يعني رباني مديها له. لكن هل الادوات دي مش موجوده نقدر نتعلمها وتبقى عندنا ونستخدمها وندرب نفسنا؟ لا موجودة حلو. يعني موجودة. اي حد ممكن يحكي، اي حد عايز يحكي وعنده الرغبة الحقيقية ان هو يشتغل على نفسه ويحكي طبعا ممكن. يعني انا دايما بقول انه لو انا عندي 2، واحد موهوب واحد مش موهوب، بس الموهوب ده لا اشتغل على نفسه ولا درب نفسه ولا اشتغل على الموهبة دي، وعندي واحد تاني مش موهوب اشتغل واتدرب وقرا وراحت يعني اشتغل هنا وهنا وهنا وعمل كذا حاجة. فبالنسبة لي اللي هيوصل هو الشخص اللي اشتغل اكتر. لكن الحد الموهوب ده بيبقى عامل زي عارفة حتة الماس اللي جابوها من الجبل، لسه ما اتعملهاش اللي هو عملية ان هي تبقى ماس بقى، يعني لسه حتة حجرة، هي ماس بس هي لسه حتة حجرة، لا تشال من عليها الحجر ولا تظبطت ولا البان اللمعان اللي فيها ولا اي حاجة. طب يعني طب ايه اللي يخلي انه لما الراجل ده لما يحكي الحكاية تبقى مؤثرة وتفضل في الذاكرة؟ بصي يا ستي، اولا خلينا نقول ان عاده الحواديت مؤثره، يعني الحدوته بشخصها بذاتها لوحدها مؤثره، لان الحدوته فيها تركيبه كده اللي هي المشكله والحل، وان احنا دايما بنبقى مرتبطين بالبطل وعايزين نشوف هيحصل معاه ايه، وفيها مشاعر فتركيبه الحدوته بتخلينا عاده كبني ادمين بنبقى مهتمين نسمعها وعايزين نسمعها، وبتاثر فينا كمان لانه احنا كبني ادمين بنحس بمكان البطل وبنحس بمشاعره وكده. الحكي بقى هو الحدوته لوحدها مؤثر. لكن عارفه انت ممكن تلاقي حد عندك في العيله حد بيحكي 2 بيحكوا نفس الحدوته، بس حد يوقعك من الضحك يفطسك، وحد تاني مسمعيه منه عادي عادي خالص وما كملش. ادوات بالظبط كده. ففي ادوات اسمها ادوات الحكواتي. الادوات دي هي اللي بتحول الحدوته لعمليه حكي بقى، ان في حكي بيحصل. الحكي ده بقى فيها بقى الادوات اللي هي ان انت اولا تشتغل على الحدوته بتاعتك، تبقى عارفها كويس، تبقى عارف ايه الحتت الانترستنج في الحدوته بتاعتك، ايه الحتت الظريفه اللي عايزه استرس عليها، وبعدين ابتدي بقى استخدم صوتي وتعبيرات وشي، والحاجات دي كلها هي دي اللي بتخلق عمليه الحكي، وبتفيد في الشغل صح، وعلاقتي بالاخرين 100%. وممكن تساعدني ان انا يعني اترقى في شغلي، اكبر، اوصل. هي الفكره في ايه؟ مش يعني هي طبعا مش هي اللي هتخليك تترقى بتساعد اي حاجه يعني والله كانت اصل في ناس كلامها بيبقى حلو قوي مع سول كده، بيقعدوا يحكوا، هو ده. ايوه هي بقى الفكره في ان انت تبقى عارف ان انت تقول الحاجه اللي عندك بطريقه تخلي البني ادم اللي قدامك حابب يسمعك، دي حاجه، وكمان متاثر باللي انت بتقوله وفاكره اطول وقت ممكن. عشان كده بيستخدموا الحكي دلوقتي مثلا في التسويق كتير جدا والاعلانات، لانه قد كده مؤثر، قد كده بيسيب مع الناس اثر.
ف طب نروح ناخد يعني ورش هل في ورش نروح الناس تاخدها عشان تتعلم فن الحكي؟ في ناس كتير قوي، انا بدرب وفي ناس كتير قوي بتدرب يعني يعني نيجي نتدرب ان انا يا جماعه عايزه اتعلم فن الحكي عشان اقدر اتواصل مع الاخرين. بالظبط كده. طيب هل فن الحكي يعني بيساعد الناس ان هي تتجاوز مواقف صعبة؟ طبعا الحكي بيستخدم في علم النفس. طبعا كتير جدا من المعالجات بتستخدم الحكي. يعني بس طبعا دي عايز لها متخصصين، يعني هي اخصائيين يعني انا بفضل يعني ما احبش حد بره المجال ده يلعب اللعبه دي، لانه برضو زي ما قلت لك الحكي مؤثر جدا جدا، وهو اداه للتعبير، فيفضل ان دايما يبقى معاكي حد مختص دايما يعني. انا عارفه ان في ناس بتستعملها، يعني عارفه كتير قوي في اخصائيين بيستعملوا الحكي في العلاج النفسي يعني. تمام. طيب نورتينا استاذه حنان طاهر، انا اللي اتشرفت بوجودي. شكرا لحضرتك.